يجب الوقوف على قوله تعالى ولم يجعل له عوجا. هنا وقف واجب، ثم بعد ذلك يبتدئ فيقول قيما. فمن الخطأ البين الواضح وصل قوله تعالى عوجا بقوله قيما، كقول القارئ مثلا ولم يجعل له عوجا قيما. وصل الآية هنا خطأ فاحش، لأنه إذا وصل الكلام صار في الكلام تناقض، إذ يوهم أن المعنى لم يكن له عوج قيم، لم يكن له عوج قيم، أي هذا العوج قيم، وهذا خطأ. فالواجب أن يقف الإنسان عند قوله تعالى ولم يجعل له عوجا لينفي العيب عن القرآن.